اللي انت شايفه قدامك ده هو سفاح الجيزة، بس خليني اقولك ان هو ده سفاح الجيزة الحقيقي. تعال بقى اعرفك على حكايته علشان الراجل ده عمل ابشع الجرايم اللي مش ممكن تتخيلها. اسمه قذافي فراج عبد العاطي، من مواليد الجيزة سنة 1971. اتولد في أسرة بسيطة على قد حالها، كان بيشتغل موظف وعايش مع أسرته. بس قذافي ما كانش عاجبه الوضع ده، كان نفسه يشتغل شغلانة أحسن علشان يكون معاه فلوس أكتر، لحد ما أخد قراره وساب شغله سنة 2014. دخل بقى في مجال بيع العقارات والأراضي، وفعلا حياته بدأت تتحسن أكتر والقرش بدأ يلعب في إيديه. بس ده ما كانش بسبب شغله في العقارات، ده بسبب الستات اللي اتعرف عليهم واتجوزهم بأسماء وهمية ونصب عليهم وسرق فلوسهم واختفى تماما. ما عداش سنه واحده بس وكان متجوز واحده اسمها فاطمه زكريا. اخت فاطمه كانت عارفه عنه كل حاجه، لانه اصلا كان بيحبها وسابها واتجوز اختها فاطمه. اتعصبت منه وبدات تهدده انها تقول لاختها فاطمه على كل حاجه تعرفها عنه، بما فيهم الستات اللي اتجوزهم ونصب عليهم. تفتكروا قذافي هيسكت على الكلام ده؟ اخت فاطمه كانت عاوزه تبوظ الخطه بتاعته وتلخبط له الدنيا، فقال لنفسه فاطمه دي مش هتجيبها لبره، انا لازم اتخلص منها. بدا يفكر في طريقه علشان يستدرجها ويقتلها. كان عارف انها من زمان نفسها تمثل وتكون مشهوره، فقال لها ان في منتج بيدور على وجوه جديده يظهروا معاه، وخلي بالك دي فرصتك علشان تكوني مشهوره. الفرصه جاتلك لحد عندك ويا عالم هتتكرر تاني ولا لا. ما كانتش مصدقه نفسها انها اخيرا هتمثل وتكون مشهوره زي ما بتحلم، بس اهلها رفضوا انها تمثل، فقال لهم انا هخليكم تقابلوا المنتج بنفسكم علشان تطمنوا. وفعلا جاب واحد مثل قدامهم ان هو المنتج اللي هيعمل لها الفيلم، لحد ما اهلها فعلا اقتنعوا بكلامه وسافرت معاه، وهي كلها امل انها تحقق حلمها. اهلها برضو كانوا لسه خايفين عليها ومش مطمنين بعد ما سافرت، حاولوا يكلموها لكنها ما بتردش على التليفون، بس كانت بتبعت لهم رسائل وتطمنهم عليها. كانوا بيسالوها انت ما بتتكلميش ليه يا بنتي في التليفون، عاوزين نسمع صوتك، بس كانت بتقول لهم معلش اصلي تعبانه شويه ومش قادره اتكلم. وبعدها اخبارها اتقطعت تماما ومحدش عارف يكلمها ولا حتى يوصل لها. اهلها وقتها ما كانوش عارفين هو ايه اللي حصل ده وليه بنتهم ما بتردش عليهم، بس في الحقيقه قذافي كان قتلها وهم اصلا لسه ما يعرفوش. دي اول جريمه عملها في حياته، بس شكلها كده مش هتكون الاخيره، لان اللي انت شايفه قدامك ده هو المهندس رضا صاحب القذافي. عاش طول عمره في السعوديه لحد ما عمل خميره كويسه. قذافي كلمه وقال له انا عاوز اعرف بس انت ازاي معاك فلوس وراكنها جنبك كده ما بتشغلهاش، ما تبعت فلوسك اشغلها لك في العقارات، انا بفهم في المجال ده كويس قوي ومكسبه عالي جدا. المهندس رضا ما كدبش خبره وبعت له مبلغ كبير علشان يستثمره، لكن بعد فتره بدا يشك في تصرفات قذافي معاه. كل ما يكلمه في التليفون ويساله كسبت قد ايه من العقارات كان بيقول له السوق نايم ولحد دلوقتي انت لسه ما كسبتش حاجه. المهندس رضا حس انه اتغفل والموضوع كده شكله طلع نصبايا، فقرر ينزل مصر علشان يشوف قذافي استثمر الفلوس فعلا ولا خدها ونام عليها. نزل مصر فعلا وقابل القذافي وسلم عليه، وراحوا على منطقه بولاد دكرور في شقه من الشقق اللي اشتراها قذافي باسم المهندس رضا. قذافي كان عازمه على العشاء وجاب له الاكل، بس بمجرد ما خلص اكل حس بالم شديد في بطنه ووقع على الارض ومات، لان قذافي كان حاطط له سم في الاكل. لا ومش كده وبس، ده كمان ضربه بالحديد على دماغه علشان يتاكد انه مات فعلا، ودفنه في الشقه اللي اشتراها باسمه. اهل المهندس رضا كانوا بيتصلوا بيه بس ما كانش بيرد عليهم، كانوا قلقانين لا يكون حصل له حاجه. لكن جات لهم رساله من تليفون المهندس رضا بيقول لهم فيها انه اتقبض عليه وهو ماشي في مظاهره، ومش عارف هو دلوقتي رايح على فين، ولما يقدر يتواصل معاهم هيكلمهم بنفسه ويطمنهم عليه ويعرفهم على مكانه. اهله فعلا صدقوا الرساله وبطلوا يدوروا عليه، بس ما كانوش يعرفوا ان قذافي هو اللي قتله وهو اللي بعت لهم الرساله. وخلاص كده موضوع المهندس رضا اتقفل تماما. بس بعدها على طول حصل خناقه بينه وبين مراته، لانها لقت في الشقه اوراق وبطايق مزيفه للقذافي باسماء ناس كتير. كانت مصدومه ومش عارفه ازاي عاشت الفتره دي كلها مع الشخص النصاب ده، فقالت له احنا ما ينفعش نكمل مع بعض، انا عاوزه اتطلق منك وكل واحد فينا يروح لحاله. قذافي حس بالخطر وان ممكن مراته تفضحه فعلا، فقال لنفسه انا لازم اتخلص منها علشان محدش يكشفني، وفعلا حط لها سم في الاكل ومراته ماتت. مش بس كده، ده قطعها وحطها تتجمد في الفريزر، وده علشان ريحه الجثه ما تظهرش والناس تعرف. ولما خلص نقلها لنفس الشقه اللي مدفون فيها المهندس رضا. المفروض بقى ان الشقه دي محدش يقرب منها، وده لمصلحه القذافي علشان مفيش حد يعرف سره، بس قلبه كان حديد بيتعامل مع الجثث كانهم فراخ بالنسبه له، لانه اجر الشقه لمده 4 سنين بالجثتين الموجودين فيها. ولما مراته اختفت اهلها شكوا فيه وقدموا فيه بلاغ، كان متهم ان هو سبب اختفاء فاطمه مراته واختها، بس للاسف ما كانش فيه اي دليل ضده، وقدروا انه يطلع من القضيه على اساس انه مظلوم وما عملش اي حاجه. لا وكمان رفع قضيه على مراته واتهمها انها سرقت فلوسه وهربت. قذافي ما كانش بيرحم حد وبيقتل اللي بيقف قدام رغباته اللي ما بتخلصش، كان عاوز يبقى غني جدا ومعاه فلوس كتير، لحد ما في سنه 2018
باع كل ممتلكات المهندس رضا اللي قتله، وده طبعا بالتوكيلات اللي كان عاملها له لما كان في السعوديه. وقتها محامي المهندس رضا شك فيه واتهم قذافي ان هو السبب في اختفائه، وقدم لهم الرسائل اللي كانت بتوصل لهم من ارقام غريبه كل مره، وقال لهم ان الرسائل دي مش المهندس رضا هو اللي بيبعتها بنفسه، انا متاكد ان في واحد تاني هو اللي بيبعت الرسائل. واتهم قذافي انه خاطف المهندس رضا وحبسه. طبعا ده ما كانش اول بلاغ يكون متقدم ضده، بلاغات نصب وخطف وسرقه وقتل كلها متقدمه ضد القذافي ومفيش اي دليل يثبت الكلام ده كله، بس برضه كان لازم يخاف لان الانظار كلها بقت عليه، وقرر يسيب الجيزه وراح وعاش في الاسكندريه. وعلشان ما حدش يوصل له قرر انه يعيش بشخصيه المهندس رضا. اتعرف هناك على واحده معاها قرشين وقدر يخليها تحبه، وقال لها انا هستثمر لك فلوسك في الاجهزه الكهربائيه ودي مكسبها في السما، يعني سنه واحده بس ويكون معاك ضعف الفلوس اللي معاك دلوقتي. صدقته فعلا وادته فلوسها، بس بعدها بفتره شافت انها ما بتكسبش زي ما هو قال لها، وحست انه بينصب عليها وقالت له انا عاوزه فلوسي. قذافي قال لها من عينيا بس انا مش معايا المبلغ كامل دلوقتي، بس ممكن اديك بقيمه فلوسك اجهزه كهربائيه من اللي عندي. هقابلك النهارده بالليل في مخزن الاجهزه الكهربائيه اللي في العصافره. بتروح تقابله بالليل فعلا هناك، بس ما تعرفش ان نهايتها هتكون في المخزن ده. اهل البنت قدموا بلاغات في القذافي وان هو السبب في اختفائها، بس ما كانش في اي دليل واحد ضده لان ما حدش كان عارف هي طلعت بالليل تقابل مين بالظبط. قذافي كمل حياته باسم المهندس رضا واتعرف على ست من عيله غنيه جدا واتجوزها، لكن بعدها بكام شهر حصل خناقات بينهم واتطلقوا. بس قذافي ما وقفش لحد هنا، فضل يطاردها ويراقب بيتها كل يوم لحد ما في يوم كان متاكد ان بيتها ما فيهوش اي حد. لبس النقاب وطلع الشقه وسرق كل الفلوس والذهب اللي فيها. عيله نهى طليقته قدموا فيه بلاغ بان هو اللي سرق الذهب والفلوس بتاعتهم، وطبعا البلاغ اتقدم باسم المهندس رضا لانه كان عايش باسمه، لحد ما في سنه 2020 قرر انه يبيع الذهب اللي سرقه، بس ما كانش يعرف ان مواصفات الذهب المسروق وزعتها الشرطه على كل محلات الصاغه اللي في الاسكندريه. وصاحب المحل اول ما شاف الذهب عرف ان هو ده الذهب المسروق فعلا، اتصل بالشرطه وحاول يعطل القذافي على ما الشرطه توصل، واتقبض عليه وهو منتحل شخصيه واحد اسمه مصطفى. والبلاغ المتقدم ضده في اسم الشرطه بسرقه الذهب كان باسم المهندس رضا، ما كانوش فاهمين هو مين ده بالظبط، مصطفى ولا رضا ولا واحد تاني اصلا. وبعد الضغط عليه اعترف على نفسه بكل الجرائم اللي عملها. كانوا مصدومين انه عمل الجرائم دي كلها وعرضوه على دكاتره الطب النفسي علشان يتاكدوا اذا كان الشخص ده طبيعي ولا لا. الدكاتره قالوا انه سليم وما عندوش اي امراض عقليه مأثره عليه. وفي سنه 2021 تم الحكم عليه بالاعدام، وده بعد ما طلعوا كل الجثث اللي قذافي قتلهم، بعد ما اتاكدوا انهم نفس الاشخاص اللي اهلهم كانوا مبلغين باختفائهم فعلا. ولحد هنا بتنتهي حكايتنا مع سفاح الجيزه. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتشير الفيديو، واستنونا في الفيديوهات اللي جايه. سلام.